السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف من عنوان الفيديو يبان ان الفيديو ده كان المفروض يتحط في الاول خالص، وفي نفس الوقت في ناس تانية هتقول لي كان المفروض تحطه في الاخر خالص، بس ما كانش ينفع احطه في الاول عشان في ناس ما اتعاملتش لسه مع دافينشي ريزولف وممكن ما خدتش بالها ان في مشكله اصلا. وفي نفس الوقت ما كانش ينفع احطه في الاخر عشان ما بقاش انا من ناحيه عمال بشرح في قائمه الايديت وبعد كده هنخش على قائمه الفيوجن اللي هتبقى تقيله حبتين وافضل اشرح في البرنامج، وعلى الناحيه التانية في بعض الناس اجهزتها بتكح تراب حرفيا، وعشان كده حطيته في الوقت ده بالذات. زي ما شفتوا من العنوان، في فيديو النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نحسن اداء دافينشي عشان تاخد منه احسن تجربه ممكنه، وهنفهم موضوع البروكسي ميديا اللي هيخلينا نقدر نشغل فيديو بريزولوشن 4K و8K كاننا بالظبط شغالين مع فيديو عادي جدا، والبرنامج هيتعامل معاه بكل سلاسه. وبعد كده هننتقل للجزئيه اللي هنبدا نعمل فيها شويه اوبتمايزيشن للبرنامج، بحيث ان الافكتات اللي هنعملها في الفيوجن تشتغل معانا في التايم لاين عادي جدا من غير تهنيج ومن غير مشاكل. وبعد كده هنبدا نظبط شويه اعدادات في البرنامج، او بمعنى تاني هنعمل له اوبتمايزيشن بحيث ان افكتات الفيوجن تشتغل معانا في التايم لاين عادي من غير اي مشاكل ومن غير التهنيجه اللي بتحصل في النص دي. فبلاش كلام اكتر من كده ويلا بينا نبدا. مبدئيا في شويه اعدادات كنا ظبطناها الفيديو اللي فات وهنراجع عليها تاني في الفيديو ده. هنبدا نروح للبريفرنسز وهندخل على يوزر وبعد كده بلاي باك سيتنجز، وهتتاكد انك محدد صح على كل الحاجات دي ومحدد البرفورمانس مود يبقى مانيوال، وبعد كده هنضغط على سيف. ننتقل بقى للجزئيه الاهم في الفيديو بتاعنا النهارده وهي جزئيه البروكسي ميديا. بس قبل ما نفهم ازاي بتتعمل احنا عايزين نفهم يعني ايه اصلا بروكسي ميديا. الفكره كلها ان الفيديوهات اللي بتبقى معموله بامتداد زي MP4 او MKV بتبقى مضغوطه بحيث ان هي تاخد اقل حجم ممكن، ولكن ده على الناحيه الثانيه بيعمل مشكله للبرنامج المونتاج عشان بياخد حبه مجهود على بال ما يفك الفيديوهات دي عشان يقدر يعرضها لنا ونقدر نعدل عليها. وطبعا كل ما جوده الفيديو زادت كل ما كان الموضوع اصعب على البرنامج. ففكره البروكسي ميديا ببساطه ان احنا بنعمل نسخه من الفيديو اللي احنا بنعمل عليه مونتاج ده. النسخه دي بتبقى معموله بصيغه مختلفه عن الام بي 4، بتبقى جودتها عاده اقل وما بتبقاش مضغوطه زي الام بي 4 عشان البرنامج يقدر يتعامل معاها بسلاسه جدا، ولكن للاسف مشكلتها الوحيده ان مساحتها بتبقى كبيره وبتاخد حيز من مساحه الجهاز. وهنفهم بعد كده بعد ما نخلص مونتاج خالص ازاي نمسح الكلام ده. والنسخه الجديده اللي احنا بنعملها دي هي اللي اسمها البروكسي ميديا. فهنبدا نخش على فايل، بعد كده بروجكت سيتنجز، وفي الماستر سيتنجز هنيجي عند اوبتمايزد ميديا اند ريندر كاش، يعني هتحتاج تنزل لها تحت شويه. فممكن نختار البروكسي ميديا ريزولوشن، ممكن تخليه زي الريزولوشن بتاع الفيديو او تخليه النص او تقلله للربع او الثمن او حتى 16 جزء. فعن نفسي هخليها مثلا للنص، وهنيجي عند البروكسي ميديا فورمات هنخليها DNxHR LB. تمام. والاوبتمايزد ميديا نفس فكره البروكسي ميديا بالظبط ما عدا اختلاف كده هنفهمه كمان شويه. فممكن برضه نعدل الريزولوشن بتاعها نخليه نص مثلا، والفورمات هنخليه زي اخوه. تمام. وبما اننا موجودين فممكن برضه نعدل الريندر كاش فورمات، كنا عدلناه المره اللي فاتت خليناه على الاس كيو، ممكن برضه تقلله كمان شويه وتخليه على ال بي. اوكي. ومن هنا بنحدد البروكسي ميديا والملفات دي كلها بتتحفظ فين. فكنا اتفقنا ان احنا بنعمل فولدر اسمه كاش بنحطه على الهارد ديسك، ما بنحطوش على الاس اس دي عشان الاس اس دي ما يموتش بسبب كميه الفيديوهات اللي هتتحط بمساحات كبيره وتتمسح. وبالتالي من الاخر هنبدا نخش على الهارد ديسك وندخل على الفولدر بتاعنا وهنقول له سيلكت فولدر. طبعا مش شرط تسميه كاش زي ما انا مسميه، ممكن تسميه مثلا الملفات المؤقته، ممكن تسميه اي حاجه براحتك يعني. تمام. وهننزل تحت هنختار نفس الفولدر بالظبط، احنا خلاص محددينه. اوكي. ونفس الحاجه مع الجاليري هي خلاص مظبوط. بعد كده هنضغط على سيف. حلو جميل. دلوقتي الفيديو زي ما انتم شايفين يعني يكاد يكون ما بيتحركش، بالعافيه خالص على بال ما بيتحرك مع المؤشر. ولو شغلته زي اي فيديو عادي هيشتغل مثلا على 40 فريم او اقل من ال 40 بحاجه بسيطه، وهو فعليا متصور على 60 فريم، فدي حاجه مش مقبوله خالص يعني. فهنروح للميديا بول بتاعتنا وهنبدا نضغط كليك يمين على الفيديو وهننزل تحت ونضغط على جنريت بروكسي ميديا، وهيبدا يحمل معانا شويه. طبعا كل ما مده الفيديو كانت اطول كل ما البروكسي ميديا خدت وقت على بال ما تتعمل. طبعا هنلاحظ ان ايقونه الفيديو اختلفت، هتلاحظ الفرق لما تبص على اي فيديوهات تانية انت حاططها، ومعنى ان علامه الكاميرا دي ظهرت ان البروكسي ميديا موجود. واخر حاجه محتاجين نتاكد منها ندخل هنا على البلاي باك ونتاكد ان علامه الصح بتاعه الاوبتمايزد ميديا دي موجوده، وعند البروكسي هاندلنج نتاكد انه محدد البريفير بروكسيز. بص بقى الحركه السحريه اللي هتحصل دي، الفيديو شغال معانا وكأن البرنامج بيتعامل مع علبه عصير. فخلينا نبدا نشغل. الفيديو شغال تمام، شغال على 60 فريم فوق، او فعليا في كسر صغير عشان يعني اعدادات التايم لاين، بس الفيديو شغال تمام والوضع زي الفل. طيب لحد دلوقتي لسه ما فهمناش ايه الفرق ما بين البروكسي ميديا والاوبتمايزد ميديا. فالموضوع ده هنفهمه لما نبدا نخش على ملف الكاش اللي عملناه من هنا وبعد كده هنا، وادي البروكسي ميديا. ندخل على يوزرز. يلا يا سيدي احمد، هو بيعافر معانا حبتين. اوكي. ادي البروكسي ميديا اللي عملناها، ولو فتحناها هتشتغل معانا كاي فيديو عادي جدا. تمام. وفكره ان الفيديو طلع كده بشكل منفصل ان انا ممكن انقله لاي حد صاحبي يستخدمه. يعني انا مثلا لو ليا واحد صاحبي شغال معايا على نفس البروجكت، فبدل ما يعمل جنريت البروكسي ميديا من عنده ويفضل يستنى وقت الريندر ده، وممكن في بعض الفيديوهات الموضوع ياخد وقت طويل جدا، فممكن ارندرها عندي وبعد كده انقلها له باي طريقه ممكنه على فلاشه مثلا او عن طريق الشبكه ايا كان. وهو بعد كده بيجي على الفيديو بتاعه زي كده مثلا وينزل تحت لحد ما يلاقي ريلينك بروكسي ميديا وهيضغط عليها وهيبدا يروح للبروكسي ميديا اللي انا نقلتها له ويضغط عليها دبل كليك وهتطبق على الفيديو بتاعه وهيشتغل عليها على طول من غير ما يضطر يرندرها من تاني.
ودي الميزه اللي مش موجوده في الاوبتمايزد ميديا، عشان الاوبتمايزد ميديا بتفضل موجوده جوه البرنامج وصعب جدا انك تنقلها، ده لو كان ممكن اصلا. وبكده نكون خلصنا جزئيه البروكسي ميديا. هنبدا بقى نظبط كام تعديل كده في البرنامج. فهنخش على بلاي باك وهنيجي عند التايم لاين بروكسي ريزولوشن، ممكن تخليه فول، ممكن تخليه هاف لو كنت عايز تعرض الفيديو بنص الريزولوشن بتاعه، ممكن تخليه مثلا للربع، ولكن للامانه الجزئيه دي ما فرقتش معايا قد كده يعني. بعد كده هندخل على الريندر كاش وهنحدد سمارت، وبعد كده بننزل عند الفيوجن ميموري كاش وبنخليها على اوتو. واخر حاجه ممكن نتكلم عليها هي الديليت ريندر كاش، دي في الاخر خالص لو انت عايز بقى تفضي مساحه الجهاز من كميه الكاش اللي ترندره، فبتيجي هنا عند اول عشان تمسح كله، او unused تمسح الحاجات اللي انت ما بتستخدمهاش في البروجكت بتاعك، او selected clips لو انت مثلا محدد حاجه معينه وعايز تمسح بس الكاش اللي ترندر منها يعني. وبالمناسبه الجزئيه دي بتمسح الكاش اللي ترندر جوه البرنامج، مش البروكسي ميديا اللي هنعرف ان شاء الله ازاي نمسحها في الاخر. تمام. بعد كده خلينا بقى نفترض ان خلينا نجيب بقى الفيديو بتاع فالورنت بتاعنا نحطه هنا، وطبعا الريزولوشن بتاعها باين ان هو قل حبتين، فعايزين نعلي التايم لاين بروكسي ريزولوشن. اوكي تمام. وهنيجي عند البلاي باك ونتاكد ان الفيوجن ميموري كاش معموله على اون. اوكي طيب احنا بقى بعد كده لما نبدا نشتغل في الفيوجن هنلاحظ ان اي فيديو بنحط عليه افكتات الفيوجن بيبدا يتقل والاداء بتاعه ما بيبقاش حلو خالص. فخليني مثلا اجيب اي صوره من الصور اللي موجوده هنا زي تايتنز لوجو مثلا، وهبدا مثلا ندخل على الفيوجن من هنا، هبدا احط عليها مثلا، انا بضغط شيفت سبيس عشان اجيب الافكتات، وهحط مثلا افكت اسمه كاميرا شيك، كان هو ده هبدا مثلا ازود الموشن بلور، هزود مثلا السبيد سكيل، الموشن سكيل، خلينا نشغل كده نشوف الاداء عامل ازاي. اوكي هنلاحظ لما نرجع بعد ما ضفنا الافكتات بتاعه الفيوجن ان في شريط احمر ظهر فوق الكليب بتاعنا، وفي لون ازرق عمال يحمل، ده بكل بساطه عشان الفيديو بدا يرندر معانا. ولما نيجي نشغل، خلينا نشغل الحته الحمراء، هنلاقي ان الفيديو بيهنج جدا. ولو رجعنا من ورا هنلاحظ ان مكان اللون الازرق الفيديو شغال تمام من غير اي مشاكل. وطبعا لما جه عند الحته الحمراء علق تاني. فزي ما اكيد كلكم فهمتوا البرنامج بدا يرندر الجزئيه اللي فيها الفيوجن عشان يطلعها لنا بشكل كويس ونقدر نتفرج عليها من غير ما يكون في اي لاج في النص. تمام. دلوقتي الموضوع خد مننا وقت قصير عشان ما حطيناش افكتات كتير ولا الموضوع فيه شغل كتير اصلا، ولكن في بعض الاوقات بيبقى فيه افكتات تقيله شويه تبع الفيوجن فالموضوع بياخد وقت كبير. فخلينا مثلا يعني انا عندي بلجن كده بيعمل زوم ان وزوم اوت، هنبقى نتكلم عنه بعد كده ان شاء الله. هو معتمد بشكل اساسي على الفيوجن، حتى مجرد لما احطه هتظهر علامه الفيوجن في الجنب هنا. ففكرته كلها انه بيعمل زوم ان وزوم اوت، ممكن اتقله بقدر الامكان مثلا، يعني ازود الموشن بلور اعلى حاجه، الشاتر انجل نفس الوضع، ممكن نزود الزوم سكيل شويه، ونبدا نشغل الفيديو. تلاقي الفيديو خلاص بيقول لك مع السلامه انا مش موجود، يعني صوت الطلق طلع وهو بيموته واحنا لسه ورا. اوكي فعشان نخليه رندر هنضغط عليه كليك يمين وهنطلع فوق عند ريندر كاش فيوجن اوتبوت وهنختار اون. بالشكل ده هيظهر معانا الشريط الاحمر اللي هيبدا يرندر معانا كمان شويه، ولكن سرعته في الرندر مش هتبقى احسن حاجه عشان البرنامج بيحاول يرندر الفيديو وفي نفس الوقت ما يهنكش ويسيبك تشتغل على باقي الاجزاء براحتك. ولكن لو انت مستعجل وعايزه يرندر على طول فبتبدا تضغط على الثلاث نقط اللي هنا وتقول له شو اول فيديو فريمز بحيث ان هو ما يعملش سكيب لاي فريمات في النص، ونبدا نشغله. هو طبعا هيشتغل عادي في الشويه اللي رندره في الاول، ولما يجي عند الاحمر هتلاقيه بطئ بقى وعمال يرندر لك كل فريم بالظبط، وهنسيبه بقى للاخر لحد ما يخلص رندر. رجعنا بقى للجزء التقيل تاني وهو بيعمل زوم اوت. خلاص تمام جدا. نبدا بقى نشيل العلامه دي عشان لو سبتها شغاله بعد فتره كده هتلاحظ ان الصوت والصوره ما عادوش متناسقين مع بعض. فنبدا نرجع ونشغل، هنلاقي ان الفيديو شغال وكأن مفيش اي حاجه. الصوت شغال معانا تمام مفيش اي مشكله. يبدا يعمل زوم اوت في الاخر. تمام. ونفس الموضوع بالظبط ممكن يتعمل عادي جدا مع الفيوجن كومبوزيشن، يعني خلينا مثلا نشيل الافكت ده خالص من الفيديو. تمام. وهنعمل فيوجن كومبوزيشن هنبدا نحطه هنا، واللي مش عارفين ايه ده هنفهمه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه لما نبدا نشرح الفيوجن. وجبنا مثلا دخلنا عليه شيفت سبيس، ممكن احط تكست مثلا. الحاجات دي هنفهمها بعد كده ان شاء الله، بس انا بعملها دلوقتي للشرح مش اكتر. ممكن احط تكست مثلا، اكتب احمد، نزود السايز مثلا، ممكن اعمل له اي انيميشن سريع كده، يعني خليه مثلا هنا كده بقى ليه حجم معين وليه تراكنج لاين سبيس، نتحرك قدام شويه، ممكن نزود السكيل شويه، نزود التراكنج لاين سبيس. اوكي دي بتاعت السطور اصلا ما لناش علاقه بيها. فخلينا نيجي هنا. يعني الخلاصه ان اي فيوجن كومبوزيشن عندك هتلاقيه برضو بيهنج وما هواش احسن حاجه. لو انت بتستخدم تمبلت تكست مثلا او اي حاجه تبع الموشن جرافيكس هتلاقيها برضو بتهنج. فنفس الوضع بالظبط. هنيجي نعمل شو اول فيديو فريمز وهنبدا نشغل الفيديو، هنلاقيه قاعد يرندر معانا بالشكل ده. ونيجي نشغل الفيديو هنلاقيه شغال معانا تمام ومن غير مشاكل. طيب اخر ملحوظه بقى محتاجين نفهمها، حته الادجستمنت كليب. هي بالمناسبه نفس الفكره بالظبط ولكن في اختلاف صغير كده هيحصل دلوقتي. وخلينا نجيب الماجيك زوم اللي كنت استخدمته قبل كده ونحطه عليه. خلاص دي كده ادجستمنت كليب، الافكت اللي بنحطه عليها بيتطبق على كل اللايرز اللي تحتها، وهنفهمها قدام برضو ان شاء الله. فخلينا نبدا نشغل.
هنلاحظ ان الماجيك زوم برضو بيعلق، ما هواش احسن حاجه. وكمان لو زودت الموشن بلور هتلاقي الدنيا يعني بقت في البطاطس خالص. ولكن الفرق ان مفيش اي شريط بيبان فوق هنا، وده اللي انا استغربته بصراحه، لان انا لو ذاكرتي ما خانتنيش يهيأ لي ان كان بيبقى فيه شريط بيظهر فوق. بس هي نفس الفكره عامه. بتيجي هنا شو اول فيديو فريمز وبتبدا تشغل. هقول لك على حاجه خليها عشان تبقى حاجه باينه، خليها مثلا نبدا الافكت من اول هنا ونخلصه بعد ما يجيب الكل على طول كده مثلا، وخلي الزوم قوي شويه بحيث يبان الفرق برضو. اوكي نبدا نشغل. عمال يرندر معانا. تمام كده خلص ريندر. نبدأ نشيل علامة الصح ونشغل تاني. جميل جدا. وخلي بالك عشان ممكن في حد يستذكى ويجي مثلا واخد الفيديو كله، مثلا نفترض ان ده الفيديو للاخر اهو، ويقوم عامل كليك يمين ويقول لك ريندر كاش فيوجن اوتبوت واون، وبعد كده يسيب الفيديو يرندر بقى للاخر. انا عايز اقول لك انا اتفزلكت زيك كده بالظبط، فانا بقول لك ما تقعش نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها. وبعد فتره اكتشفت ان البرنامج وقف مني، ولما رجعت بصيت على الدي اكتشفت ان مساحتها كانت مليانه للاخر، ما فيهاش مساحه لنفخه حرفيا. فبعد اذنكم نلتزم بالبروكسي ميديا للفيديوهات العاديه، وفي حاله ان في جزئيه معينه انت حطيت فيها اي افكت بالفيوجن هي دي بس اللي ترندرها وتعمل لها ريندر كاش فيوجن اوتبوت واون، ونقف لحد هنا. اوكي بقول لك ايه، مش ملاحظ اننا نسينا حاجه؟ عزيزي المشاهد احنا لسه ما مسحناش البروكسي ميديا. فاكر بقى ملف الكاش الجميل اللي احنا عملناه؟ زي ما اتفقنا ده الملف اللي بيتحفظ فيه كل الملفات المؤقته بتاعه دافنشي. فبعد ما تخلص اي بروجكت بتعمله عشان توفر مساحه على جهازك هتبدا تخش على الملف ده وتمسح كل اللي فيه. ولو عايز تمسح البروكسي ميديا بالذات هتلاقي الملف ده اللي فيه كل البروكسي ميديا اللي عملناها قبل كده، مجرد لما بتمسحه كل البروكسي ميديا بتتمسح. او لو عايز تمسح بروكسي ميديا محدده ممكن تدخل عليه وتبدا تخش على يوزرز، وبعد كده ايا كان الملف اللي هتعمله بقى وتبدا تمسح البروكسي ميديا اللي انت عايزها. تمام. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه مقطعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم منه. وفي الفيديو الجاي باذن الله هنرجع نكمل قائمه الايديت. والى هذا الحين اشوفكم على خير باذن الله، مع السلامه.